السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم في صحه جيده يا ربي. قبل ما نبداو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. البنات، الفيديو ديال اليوم عباره عن كيش الد كيش غادي نتحضروا احسن عجينه ديال الكيش غادي نتحضروا بها الكيش ان شاء الله. كنأكد لكم على العجينه ديال الكيش اسهل واحسن عجينه غادي تشاهدوا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. تبعوا الفيديو حتى الاخير. نبداو على بركه الله. عندي 6 ديال الكؤوس من الدقيق الابيض او من الفورس. كما كتلاحظوا درت جوج، ها 3 نغربلهم وغنزيد 3 اخرين. البنات، هاد العجينه هذه سهله، ما فيهاش الزبده، ما فيهاش البيض، ما فيهاش كثره المقادير. كما كتلاحظوا هنا راه زدت 3 اخرين، يعني عندي 6 ديال الكؤوس ديال الدقيق. ضروري البنات ما نغربلوا الدقيق. وهنايا عندي شويه الملح، شويه البزار، وشويه ديال البودره ديال الثوم، وعندي الزعتر، البودره ديال الثوم والزعتر والمطارد للتنسيم. يعني بغيتو ديروهم بغيتوش اختياري، ممكن ديروا فيهم غير حاجه وحده، هما كيلذذوا لينا العجين. هنايا شويه ديال المطارد، وهنا عندي كاس ونص ديال الزيت الروميه كيف ما كتلاحظوا. ونفس الكاس اللي عبرنا به الدقيق نعبروا به الزيت، وكذلك غنعبروا به الماء. هنا غادي ندخل داك الزيت مزيان في داك العجين اولا في داك الدقيق عفوا، حتى يتلبس ليا داك الدقيق كله بداك الزيت، ما يبقاش ليا الدقيق هكاك معزول. صافي غنضيف كاس ديال الماء، كاس واحد ديال الماء. البنات، هاد العبارات اللي عطيتكم راهم مضبوطين 100%. صافي وغتجمعوا العجين. البنات، كنجمعوا العجين ما كندلكوها، ما حتى شي حاجه، غير كنجمعوها كيف ما كتلاحظوا. ومباشره هاد العجين غادي نخدموا بها، راه ما نخليوهاش ترتاح. شوفوا معايا العجين راه رطبه. صافي غنوضعها في سطح العمل. شوفوا معايا العجين راه ما دلكناها ما حتى شي حاجه، غير جمعتها فقط. صافي غنحطها هنا على جنب ونغطيها بلاستيك، ومباشره غادي نخدم بها، راه ما غاديش نخليها ترتاح. صافي هنا يمكن لكم تسرحوا العجين بهذه الطريقه هذه، او ممكن تسرحوه ما بين جوج ديال البلاستيكات وتهزوه وتوضعوه في المول كيف ما غندير انا في المول الثاني ان شاء الله. نقاد العجين ديالي مزيان كيف ما كتلاحظوا، سرحتها. كنحاول هكا نورك عليها كم في الجناب باش العجين ما تهبطش ليا، تبقى طالعه. ونثبتها مزيان. الناس، انا كيما كتلاحظوا هادي المول طالع بزاف، راه العجين ما وصلتهاش حتى الفوق لان غادي تهز ليا بزاف ديال الحشوه. كما كتشوفوا هنا غادي نقاد ليها الشكل ديالها. صافي غادي نقادها ونثقبها بالفورشيط، نثقبها مزيان كيف ما كتلاحظوا. وراني مشي على الفران كيسخن. صافي هنا كنعاود نتكي ليها هكا على دوك الجنيبات ديالها. البنات، الا ما عندكمش هاد المول هذا اللي هكا مشنف من الجناب، وما عندكمش هاد لي مول صغيورين، ممكن ديروا غير لاطه عاديه كيف ما كتلاحظوا. هنا بعد ما قاديتها كتقلوها اما بالحمص اولا بالحجيرات كيكونوا خاصين هكا بالمطبخ. ما عندكمش باش تقلوها فحالي انا ما تقلتهاش، كنديرها في الفرن وكنبقى مقابلاها مره هكا، كنطلع عليها فيما كتبان ليا كبدات كتنفخ كنثقبها. صافي راه كتجي ناجحه. هنا كيف ما كتلاحظوا العجينه الثانيه انا سرحتها بين جوج ديال البلاستيكات كيف ما قلت لكم. الا عجباتكم هكا انكم تسرحوها بيديكم، سرحوها بجوج بلاستيكات كتجيكم ساهله، اولا ورق الطبخ او ورق الزبده عفوا. صافي وغادي نوضعها في اللاطه وغنقادها ان شاء الله مزيان. الجناب هكا اللي طالعين راه غادي نقطعهم وغادي نزيدهم في البلايص اللي خاصهم مازال العجين. بنات، هاد العجينه راه كتجي زوينه 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 زوينه، رطبه تماما بحال لاباط صابلي اللي كنصايبو مثلا كنصايبو بها العجين المرمى اللي كنصايبو به الكيش اولا كنصايبو به لي طارت اولا. كتجي مرمله وزوينه.
صافي كما كتلاحظوا كنقاد لها حتى هي الجناب مزيان، وغادي نثقبها مزيان بالفورشيط. كذلك حتى هي ما تقلتها بوالو، كنديرها في الفرن وكنبقى حاضيه معاها مره هكا كنحل فيما كتبان ليا تنفخات كنثقبها. شوفوا معايا هنا راه دخلت هذيك الفرن وخرجت هذه راها طابت. شوفوا كيفاش كتجي رائعه وزوينه. هاد العجين هذه البنات انا اكدت لكم على العجين، لان الحشوه ممكن ديروا اي حشوه بغيتو، والعجين راها شي حاجه زوينه وسهله. يعني اي وحده غادي ديرها ما كتحتاج لا تخليها في الثلاجه حتى تبرد، ما كتحتاج ديريها فيها زبده. شوفوا معايا كيفاش كتجي، الصراحه كتجي زوينه بزاف. ما كتلاحظوا راه كنطيبوها غير نص طياب، ما كنخليوهاش تحمر تماما. وهنا ندوزو للحشوه. الحشوه كتبقى اختياري، انا غادي نشارك معكم هاد الحشوه هذه اللي درت بالخضره والدجاج. هنا درت هاد المقيله هذه درت فيها شويه ديال الزيت، وغنضيف لها البصله اللي مشلضاها مزيان هكا رقيق، وغادي نزيد عليها شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار. غنشحر هاد البصله هذه شويه حتى تبدا طيح، عاد غادي نزيد عليها الخضره. كما كتلاحظوا هنايا غادي نزيد خيزو محكوك، وغادي نزيد القرعه او الكورجيت حتى هي هكا محكوكه، وغنحرك هاد العناصر هذه مزيان. هنا البنات نسيت واحد شويه ديال الثومه طريس ولا جوج ديال الثومه، حتى هما كتضيفوهم. كتشحروا المكونات مزيان. وبالنسبه للتوابل راه كما قلت لكم غير الملح والبزار وشويه ديال سكينجبير وشويه ديال الخرقوم عرق. كما كتلاحظوا ما كنكثرش التوابل باش الخضره تبقى ليا في المذاقات ديالها، ما يغلبوش عليها هذوك التوابل اللي درت. وغنضيف شويه ديال التحميره او الفلفل الاحمر. غنشحر هذا الشيء مزيان. كما كتلاحظوا هنا غادي نضيف صدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغار، وغنخلي الكل يتشحر مزيان حتى طيب لي هاد الحشوه. البنات ما عطيتكمش القياسات لانني انا مكثره، فنتوما غديروا على حساب كيش اللي صايبتو. انا غنزيد شويه ديال الزيتون ونخلي هاد الحشوه هادي حتى تنشف ليا من الماء. كما قلت لكم انا راني مكثره، راه ما درتش غير هذيك العجين اللي شاركت معكم، راه درت عجينه واحده اخرى. شفتوا ها الحشوه هذه نشفات صافي. ندوزو نوجدوا لاباغايا كيش او هاد الخلطه هذه اللي غنديروها من فوق الكيش. فيها 5 ديال البيضات، 4 ديال لا كريم فريش و4 ديال الحليب، شويه الملح، شويه البزار وشويه الكوزه، معلقه ديال مايزينا وخماره او خميره الحلويات وحده من وزن 8 غرام. كما قلت لكم البنات الا درتو غير داك العجين اللي درت انا دوك 6 الكؤوس ما غديروش هاد الكميه كلها، غديروا غير 3 ديال البيضات، وغديروا هاد الكاس هذا كامل ديال لا كريم فريش يعني رابعه، والحليب غديروا غير نصف الكميه. كيف ما كتلاحظوا صافي. هنا غنحك شويه ديال الكوزه، ندير كلشي مره واحده وغادي نخلطهم مزيان. هاد الكوزه حتى هي كتنسم لينا هاد الخليط هذا. صافي غادي نطربهم مزيان البنات، واخا تكور لكم هكا مايزينا غير خلطوا مزيان راه غادي تفكك لكم ما تبقاش مكوره. كما كتلاحظوا بعد ما خلطت هكا مزيان الخليط اللي عندي صافي غنجيب هنايا الكيش اللي وجدت معاكم غادي نعمرهم. هنا البنات راه وجدت كلشي بكري، وجدت لاباط ديال الكيش، وجدت الحشوه وخليت داكشي حتى برد عاد عمرتها. هنا كيف ما كتلاحظوا غادي ندير فيها هذا الخليط هذا
وهنا راني مشعله الفران كيسخن صافي. وغندير ليها شويه ديال الفرماج احمر وغندخلها طيب. وبالنسبه للاطه الثانيه ما غنديرش فيها لاباي حتى طيب ليا هذه، ونخرجها من الفران عاد ندير في هذيك وندخلها حتى هي طيب باش ما تفزقش ليا لاباط. هنا صافي راه غادي نخرج اللاطه الاولى من الفران صافي. غادي ندير في هذه حتى هي هاد لاباغاي وندخلها الفرن. ما درتهاش فيها من قبل باش ما تفزقش ليا لاباط وتجيني معجنه. الاحسن كتخليوها حتى كتبغيو تدخلوها الفرن. بالنسبه لهذه انا زينتها هكا بشويه ديال الزيتون هكا اسود مقطع، وحتى هي غادي ندير ليها الجبن وندخلها الطيب ونجبد اللاطه اللي درت قبل او المول اللي درت قبل. الصراحه البنات الحشوه بنينه، وكما قلت لكم الحشوه كتبقى اختياريه، ولاباط جات رائعه، جات الشكل والمذاق ما نعاودش لكم، جات زوينه بزاف. نتوما غادي تجربوها وغادي تحكموا عليها وغادي تعجبكم ان شاء الله. واللي عجباتكم ما تبخلوش عليا باللايكات وبالكومنتيرات الزوينين ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ضروري غنقطع معكم طريف باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. هنايا راه صافي طابوا ليا اللاطات بجوج. كتجي واحد العجينه اللي مرمله ولذيذه البنات بدوك المنسمات اللي درنا فيها، كتجي لذيذه. شوفوا معايا وراه ما كتهبطش، يعني القياس اللي كتسرحوها فيه راه كتبقى فيه ما كتصغارش، يعني ما كترجعش تجمع. شوفوا معايا كتجي زوينه بزاف وحتى الحشوه لذيذه البنات. شوفوا معايا العجين كيفاش داير، الصراحه شي حاجه زوينه. نتمنى الفيديو يعجبكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.